السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة معانا طريقة عمل البانيه المشوي. يلا بينا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسمي بسم الله ونخش ونتابع الحلقة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف احنا النهاردة هنعمل ايه. هنعمل معاكم النهاردة البانيه المشوي اللي هو مشوي على الجريل. المكونات بتاعته سهله وبسيطه خالص. معانا بصلايه متخرطه، طماطمايه، قرن فلفل حسب الرغبه، ليمونه. التوابل بتاعتنا اللي هنستخدمها النهارده: توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، بابريكا مدخنه، كركم، توابل، بهارات فراخ بتاعه البانيه. يلا بينا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا الكبه وهننزل بالطماطم بتاعتنا والبصل، وهنروح نعصرهم نضربهم ضربة كويسة في الكبة ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. هننزل بحبة من الخل، وهنعصر عصرة ليمونة او نص ليمونة كده حسب الرغبة، برضو بتديلها مزازة حلوة. التوابل مش هنعملها الا بعد ما نضرب ده ضربة كويسة ونطحنه جامد ونصفيه، وهناخد بس الميه، مش هنعوز التفل بتاعهم في حاجه. هناخد ميته وننزل بالتوابل بعد كده على الميه بتاعه البصل والطماطم. ومعانا هنا بوله عميقه هننزل بالخليط بتاعنا كده زي ما انتم شايفين، وهنبدا نصفيه كده اهو بسم الله لحد ما ناخد الميه بتاعته بس. وهنا يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهوت صفينا البصل بتاعنا بالطماطم وخدنا بس الميه بتاعتها. هننزل بالتوابل. معانا كده الكركم، معانا توم باودر، بابريكا مدخنه، توابل اللي هي البهار الفراخ بتاعه البانيه، معانا بصل باودر، فلفل اسمر، الملح بتاعنا. هنبدا كده نقلبهم تقليبه حلوه. الريحه خطيره خطيره خطيره، اعتمدوها كده بانيه مشوي على الجريل. هنا حبايبي بعد ما قلبنا الخليط بتاعنا كويس هننزل بسم الله الرحمن الرحيم كده بالبانيه بتاعنا، شرايح البانيه. هننزل كده بحته التانية لحد ما نتبله كله. وهنا يا حبايبي خلصنا معاكم كل كميه البانيه. كان معانا كيلو من البانيه تبلناه، وهنغطيه بالاسترتش راب بتاعنا بسم الله زي ما انتم شايفين كده، وهنروح نحطه في الثلاجه ساعه على ما نبدا نعمل المكرونه بتاعتنا وكده. نروح نجهز مكرونتنا ويكون هو اتبل. هنا يا حبايبي معانا نص كيلو من المكرونه الاسباجيتي، ومعانا ميه اهي بتغلي على النار، وهننزل بيها معلقه ملح كده بسم الله، وهنبدا ننزل المكرونه بتاعتنا كده في الميه بسم الله. هنا يا حبايبي هنجهز معاكم صلصه الطماطم. هننزل بسم الله الرحمن الرحيم كده بالزيت بتاعنا، حبه زيت حلوين كده محترمين، وهيسخن معانا. الزيت يا حبايبي سخن اهوت، ومعانا البصله متخرطه. هننزل بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين البصلايه بتاعتنا اهيت يا دوبك دبلت. هننزل عليها بمعلقه ثوم حلوه كده كبيره، لازم تبقى واضحه كده ومليانه. اكل بيت يا جماعه ما فيهوش اي افتكاسات، اكل بتاعنا اللي هو بريحه وطعم زمان. نبدا كده نتحمره تحميره حلوه. هنا المكرونه بتاعتنا اتسلقت، هنروح نصفيها على الحوض اهوت ان شاء الله. هنا يا حبايبي نص معلقه من البابريكا هننزل عليها كده على البصله وهي بتتحمر تدي لون حلو، وهنروح نازلين بالصلصه بتاعتنا ضاربينها في الكبه بسم الله. شايفين اللون الجميل والريحه تحفه والله يا حبايبي. يا ريت لو انت وصلتي لحد هنا وتتابعيني ما تستخسريش فيا اللايك ماشي. والله انا بتعب كتير عشان اقدم لك كل ما هو مفيد وعلى قد الايد. يعني احنا مطبخنا على قد الايد، بنحب نسهلها يعني على المشاهد، ما نقولوش بقى توابل كتير والكلام ده كله. بسم الله. شايفين اللون جمال الصلصه عامل ازاي، حمرا وجميله. نازلين كده بربع معلقه من الثوم البودر، مكعب مرقه الدجاج بتاعنا، الملح بتاعنا ربع معلقه ملح هتتبليها يعني، ربع معلقه بصل باودر، ومعانا اخر سر من اسرار وتكات مطبخ ريهام دي نص ليمونه هنعصرها كده على الصلصه بتاعتنا وهي بتتسبك
هيقلب معاكي الموضوع كده ايه بصلصه كشري، تحسي بمزازه كده في الصلصه وهي في قلب المكرونه، بتدي طعم رائع. وهنا يا حبايبي هنبدا نشوي معاكم البانيه بتاعنا. حطينا طاسه جريل كده على النار تسخن جامد، وهننزل كده بزيت خفيف مش كتير، بزيت خفيف كده، مسحه يعني بسيطه يا دوبك ايه نسخن بيها الطاسه بتاعتنا. وهنا يا حبايبي طلعنا البانيه اهو معانا بعد ما قعد ساعه في التلاجة، والطاسه اهيت سخنت جامد زي ما انتوا شايفين البخار بتاعها طالع ازاي. وهننزل بسم الله الرحمن الرحيم كده. اهو يا حبايبي هنفضل كده نحطه لحد ما يتبصم، ونقلبها دقيقتين، كل وش ياخد دقيقتين. اهو يا حبايبي هنبدا كده نقلب معاكم بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، عايزينه ياخد البصمه بتاعه الطاسه. اول ما يبدا ياخد لون من على الجنبين كده هنبدا نشيله. بس نخلي بالكم في فراغات في الطاسه اهي، في اماكن ان انا ممكن احط فيها، بس لو انا حطيتها برد الطاسه فما ينفعش احط الا لما اشيل كميه البانيه اللي معايا في قلب الطاسه. شايفين زي ما انتم شايفين كده بدا ياخد اللون بتاعنا والبصمه بتاعت الشوي اهي، شكله جميل، ريحته فظيعه بصراحه، ريحته رهيبه، احلى من المقلي بكتير يعني. شايفين لونه شهي وجميل ازاي. هنبدا نطلعه مع حضراتكم المنظر ده كده، وهنبدا نرصه هنا، وهنروح ننضف الطاسه علشان خاطر ايه نبدا نقلي تاني. هنخلص كميه الشوي كله نبدا نشوي قصدي تاني، مش عارفه مني على طول متعوده اعمله مقلي وكده. يلا. وهنا يا حبايبي بنجهز معاكم اهوت سلطه بلدي جميله، لزوم الاكله الحلوه اللي احنا هنجهزها، اللي هو البانيه المشوي والمكرونه الاسباجيتي. اهو بنجهز كده السلطه، بنقطعها الاول وبعد كده هنحيقها نحط لها التوابل بتاعتها. هنا يا حبايبي جهزنا اهي السلطه بتاعتنا، الخيار، الطماطم، الخضره، البصل، هننزل بيهم كده كلهم. وقطعنا يا حبايبي شرايح من الليمون، وادي الليمون اللي هنعصره، وهننزل بالتوابل بتاعتنا، شويه توم باودر، شويه بابريكا، شويه ملح، شويه كمون طبعا اساسي في السلطه، وحبه شطه حسب الرغبه. كده اهو تبلنا كده التتبوله بتاعتنا الحلوه دي او السلطه، وهنعصر الليمون بتاعنا. وهنا يا حبايبي هننزل بكوبايه من الميه خفيف كده، وهنبدا نقلب السلطه بتاعتنا. وهنا يا حبايبي هننزل بالمكرونه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم على الصلصه اهي بعد ما اتسبكت وشكلها بقى جميل. شايفين بسم الله ما شاء الله لونها جميل وتحفه. يلا كده كنت وصلت لحد هنا، متنسينيش بقى في احلى لايكي من عندك ودعوه حلوه وطيبه كده من قلوبكم الجميله دي، عشان والله انا استاهل كل خير منكم والله. كده يا حبايبي كنتوا وصلتوا لحد هنا، متنسونيش في الشير واللايك. وكده يبقى خلصنا الاكل بتاعنا، المكرونه والسلطه والبانيه المشوي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.